خلينا كده مقتنعين ان ال 100 جنيه ما بتعملش اي حاجه، بس مع خالد فين بتعمل كل حاجه. بص بقى يا سيدي، خلينا متفقين ان السماش برجر الفتره الاخيره بقى مسمع قوي، بس الناس دي بتعمل سماش برجر امريكان، وانا مش محتاج اتكلم، كل اللي انت شايفه ده ب 100 جنيه بس، والعرض ده كمان ب 100 جنيه بس، والعرض ده كمان ب 100 جنيه بس. واكيد عدى عليك المكان ده، لان المكان ده بسم الله ما شاء الله مسمع قوي في القاهره وكمان في اسكندريه. كله كوم بقى يا جماعه، والمكرونه دي كوم. انا مهما اتكلم عن المكرونه دي مش هديها حقها، في بلوجر كتير قوي راحوا المكان ده بس عمر ما حد اتكلم عن المكرونه، ما اعرفش ازاي. هي دي بقى يا جماعه اللي اتقال لها انت في حته ثانيه. هو ده المكان بقى اللي انا ممكن اروحه تاني وتالت ورابع. ونسيت كمان اقول لك ان العروض اللي هي ب 100 بينزل معاها كولا، وانا جاي اقول لك ان البرجر ده مش جوسي بس، لا هو معدي مرحله الجوسي. الناس دي كريتيف في حقه حقيقه يا جماعه. تقول لي ليه يا عم خالد؟ اقول لك ان حتى البطاطس بتاعتهم مقرمشه. جمهوريه خالد فين انا مش محتاج اقول لك ان انت تروح المكان ده، لا انت لازم تروح المكان ده. بص انا معاك ان السندوتش ده جامد جدا، بس المرجحه اللي ورا بقى اجمد. المكان ده يا جماعه فيه كميه لوكيشن تصوير لا تتخيلوها. او نسيت كمان اقول لك ان اي حاجه فيها تشيكن دوس فيها يا معلم. بص التشيكن عندهم رهيب رهيب مش طبيعي. بص انا حاسس ان انا مأفور سيكا، بس الناس دي بجد تستاهل. من اول ما تخش المكان لحد ما تطلع منه هيعيشك في فايبس حلوه قوي. كمان ونسيت اقول لك لو